والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا النهارده جبت لك نسختي فيرجن 33 باللون الاخضر، نسخة طرش الطرش من الاخر، نسخة احتلال مجال بجد. يعني هوريك دلوقتي مميزات في النسخة طرش الطرش من الاخر. طيب قبل اي حاجة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش لايك ورأيك في كومنت في النسخة دي. تمام. تاني حاجة، نسخة دي الباسورد، والباسورد مكون من 6 ارقام. عايزك تركز في الفيديو عشان هقوله على 3 مرات، رقمين في رقمين في رقمين. تمام. طيب عندك هنا الفيديو اللي هو كنت أنا منزله قبل كده، تعال نشوفه. الفيديو اللي هو بتاع طريقة التفنيش ده، طبعا ناس كتير اشتغل معاه الطريقة، وعندي سكرينات بالكلام ده. تمام. وهنزل لكم ان شاء الله جزء تاني بكره او بعده. تمام. وعندنا الفيديو اللي هو بتاع برنامج صفي من المهكر اللي انا كنت منزله قبل كده. برضو الفيديو ده ناس كتير استخدمت البرنامج، ولسه في لحد دلوقتي ناس بتستخدم البرنامج ده. وطبعا البرنامج يعني بجد بيعمل ارقام بالهبل، الارقام دي بتتعمل في اي وقت لان النسخه دي مهكره. تمام. وبرضه لان المتجر نزل تحديثات كتير للنسخه اللي هي بتاعه صفيم دي، فان شاء الله انزل لكم تحديث جديد للنسخه بتاعه صفيم المهكره دي، وهنزلها لكم ان شاء الله بكره او بعده برضه. تمام. يعني مش هتاخر عليكم. طيب تعالى بقى نشوف كده نسختنا بتاع النهارده عشان ما اطولش عليكم. النسخه هتفتح معاك بالواجهه العظمه دي. طيب اول حاجه هنا عندك الشتات، هنا الشله، الستيت، الكولات، وهنا الكوميونتي او المجتمعات. تمام. طيب هتدوس فوق كده على ال3 نقط اللي فوق، عندك هنا كيمو فيرجن 33 دي اللي هي الزرار بتاع الاضافات. تمام. تاني حاجة الرسائل المجدولة، الممنوعات هنا زراير التفييك، الرد التلقائي، راستر نسخة، كلم نمبر مش متسيف، ارسال رسالة جماعية، وهنا الاعدادات. طيب برضو عايز اقول لك حاجة، ركز معايا في الفيديو قوي عشان اعرفك فين الزرار بتاع ان النسخة مثلا ما تطلبش تحديث، او الزرار بتاع الفيروس اللي بترمي فين. يعني ركز معايا عشان اعرفك مكان الزراير دي. تمام. طب تعالى كده لو دخلنا نشوف شكل الشات، نعمل كلم نمبر مش متسيف مثلا، ونهبط اي رقم كده وندخل نشوف شكل الشات. ده شكل الشات، شكل طرش من الاخر. تمام. عندك بقى الزرار ده اللي هو اللي فوق على اليمين ده انت لو دوست عليه كده هيظهر لك منه كذا حاجه. طيب زرار الفيروس بقى اللي هو اخر زرار ده. تمام. ده انت لو ضغطت عليه هيرمي فيروس، وهيهنج اي شخص قدامك، اي نسخه قدامك هتهنج حرفيا من الشات. الشات بتاع الضحيه يعني اللي انت بترمي عليه فيروس هيهنج، ومش هيخليه اصلا يطلع من الشات. تمام. ومش هيخليه يفتح النسخه كمان. يعني انت لو عايز ترمي فيروس هتدوس على اخر زرار ده. طبعا انا مش هرمي فيروس لان انا فاتح اصلا النسخه برقم فيك، ولو انا رميت لسه الرقم جديد وكده ممكن النسخه تهنج، او هي مش هتهنج بس الرقم ممكن يتحظر. تمام. فاحنا نخلينا في الطبيعه احسن. تمام. هنطلع بره كده نشوف الاضافات بقى بتاع النسخه. طيب هتدوس كده على اول حاجه اللي هي كيموا فيرجن 33 دي، هقول لك نسيبها دلوقتي. تخش كده على حاجه اسمها زراير التفييك. طيب عندك هنا اول حاجه نعرفك بس على كل حاجه دلوقتي هنا في الزراير دي، فانت ركز معايا عشان تعرف كل زرار بيعمل ايه. تمام. عندك اول حاجه هنا الاوديو سفيك اللي هي بتاع تفييك الريكورد. عندك هنا التفييك اللي هو الوحايد والاربعات والخمسات والتسعات وزي ما انت عايز يعني. تمام. تاني حاجه هنا اللي هي بتغير رقمك، ممكن تغير رقمك لاي رقم تاني عادي. تمام. وهنا برضو ممكن تغير اسمك، يعني تحط اسمك في النسخة بدل اسمي. تمام. يعني انت عايز تشيل اسم خاص من النسخة هتحط اسمك وبس كده، انت يعتبر النسخة هتبقى بتاعتك. تمام. عندك 3D effects ده اللي هي بتاع الافكتات وكده. تمام. تعالى بقى كده نخش على اول حاجة اللي هي كيموا فيرجن 33 دي. هتفتح معاك الشكل الجامد ده. بص عندك هنا اول حاجه ادخل هنا ما تخافش، ده اوري لك كل حاجه انا دلوقتي. تمام. وهنا الحمايه والخصوصيه، السمات، الاعدادات العامه والشاشه الرئيسيه، وهنا الشتات والويدجت، تحديثات النسخه، الاباويت ومعلومات، وهنا شارك نسخه مع اصحابك. تمام. هتدوس كده على اول حاجه اللي هي ادخل هنا ما تخافش. عندك اول حاجه هنا قسم عدم التهنيج. طالما وصلت لحد هنا خد اول رقمين في الباسورد 20. اول رقمين في الباسورد 20 2 0. تمام. مش هقوله تاني. طيب اول حاجه هنا ما تهنكش من الفيروس، ده من اي فيروس مش هيخليك تهنج اصلا. تمام. ما تهنكش من تاخير،
ما تهنكش من فيروس النص، ما تهنكش من فيروس الواجهة، ما تهنكش من اي فيروس. يعني انت برضو لو فعلت اصلا كل الزراير دي مش هتهنج اصلا نسخة ابدا. تمام. عندك تاني حاجة هنا، ما تهنكش من فيروس الصور، ما تهنكش من اللوكيشن، ما تهنكش من المستندات، ما تهنكش من الملفات، ما تهنكش من جهاز اتصال، ما تهنكش من الكتالوج، ما تهنكش من الويب، ما تهنكش من الويب 2. عدم استلام ريكورد، لو انت فعلته لو حد بعت لك اي ريكورد مش هيتفتح. تمام. ما تهنكش من فيروس المنشن، افعله لو حد بيرمي عليك، ده لو انت فعلته حد بيرمي عليك انت مش هتهنج ابدا. تمام. وبالعكس انت لو انت رميت عليه هو هيهنج اكتر، لان هو في نسخ كتير مفيش فيها الخاصية دي. تمام. فعله لو حد بيرمي عليك برضو، دي اتنين، انت تفعل الاتنين دول لو حد بيرمي عليك. تمام. ما تنكش كراش كول، ده لو حد عمل لك كراش كول من نسخة تانية، طبعا اي كراش كول في اي نسخة بيهنج. تمام. فانت ده لو انت فعلته مش هيهنج النسخة بتاعتك ابدا. تمام. طب ما تهنكش من فيروس الواجهة 2. صلي على صل محمد. على محمد، صل على محمد، صل على محمد. طب تعالى كده نخش على تاني حاجة اللي هي القسم النووي. اول حاجة هنا عندك مظهر انستا، ده لو انت فعلته هيخليلك شكل الستيت زي الانستا بالظبط. تمام. اخفاء النص المقتبس، منع تنزيل الصور، اخفاء مشاهدة الاستوري، ارسال رسائل متعددة، خلي النسخة طلقة، ده لو انت فعلته هيخلي النسخة طلقة، يعني معنى الكلمة تبعت اي رسالة توصل في ثانية. تمام. تقليل حجم النصوص، ارمي فيروس كونكتات، ارمي فيروس كونكتات برضو 41، ده لو انت فعلته بعت نقطة مثلا او اي رسالة لأي حد هيرمي فيروس كونكتات اللي هو 41. تمام. عدم استلام صور، عدم استلام رسائل، ما تهنكش من دعوة، ازالة الاخطاء في الصورة، ما تهنكش من ضغط رسائل، ما تهنكش كراش بوت، ده كراش بوت مش كراش كول عشان تركزوا بس. تمام. ما تهنكش لو لو بترمي على حد، ده برضو في نسخ لو انت بترمي فيروس على حد ساعات انت اللي بتهنج، وطبعا كل الناس عارفة الكلام ده. تمام. ده لو انت فعلت مش هيهنج نسخة عندك، وبالعكس برضو زي ما قلنا هيهنج اللي قدامك، اي نسخة تانية هيهنج. تمام. تعطيل الشتات، ده لو انت فعلته هيعطل كل الشتات اللي عندك. طيب قسم الاضافات، تعالى بقى خد تاني رقمين من الباسورد كده وانت معايا. تاني رقمين 50 5 0. تمام. منع حذف الرسائل، اكتب وهيظهر انك بتسجل ريكورد، ده لو انت مثلا في شات حد وانت بتكتب مثلا بدل ما يكتب او بدل ما يظهر ان انت فوق يكتب الان، بيظهر ان انت بتسجل ريكورد. تمام. ده لو انت فعلته اعرف مين نزلك او رفعك ادمن، ده لو انت فعلته هيقولك مين اللي رفعك او نزلك من الادمن في اي روم. تمام. اخفاء الارقام، عكس الرسائل، ده لو انت فعلته هيعكس الرسائل، يعني من الاخر دي نسخة حظر ارقام برضو. تمام. وثق رقمك عشان ما تتحذرش، ده طبعا لو انت وثقته رقمك مش هيتحذر. تمام. تفيك بشهادات الستيت، ده بيفيكها اعداد يعني عشوائية. تمام. الرسوم المتحركة على المواقع، الرسوم المتحركة على المواقع 2، ارفع نفسك ادمن، ده لو انت فعلته هيرفعك ادمن في اي روم. تمام. تظهر الرسائل تم توجيهها، ده لو انت فعلته لو بعت اي رسالة لحد هيظهر انها تم اعادة توجيهها. تمام. هنا اللينكات بتاعتي التواصل مع المطور. تمام. عندك تاني حاجة هنا اللي هي الحماية والخصوصية، اخفاء اخر ظهور، منع العرض مرة واحدة، تعطيل اعادة توجيه، اخفاء الرسائل في المجموعات، من يستطيع الاتصال بيه، وعندك هنا خصوصية مخصصة، اخفاء مشاهدة الاستوري، منع حذف الستيت، هايد سبوت ستاديو باتون، ده برضو نفس الكلام اللي فوق. تمام. اخفاء زر تنزيل الحالة، منع التعديل على رسائلك، ده لو انت فعلته محدش يقدر يعدل على الرسائل بتاعتك. تمام. منع حذف رسائلك، ده برضو لو انت في اي روم يعني في حد من الادمن عايز يمسح رسالة انت نزلتها، ده لو انت فعلتها مش عارف يمسحها. تمام. اعرف وقت حذف الستيت والرسائل برضه، ده لو انت فعلته هتعرف وقت اللي اتحذف فيه الستيت او الرسائل. تمام. اظهار علامة زرقاء بعد الرد، جهات الاتصال، ده بقى اللي هو ساعات لو حد بيتصل عليك وكده شوف بقى انت عايز تعمل ايه، وده قفل النسخة. تمام. تعالى خش كده بقى على السمات، هنا السمات برضو لو انت عايز تنزل اي سيم. تمام. او عايز تحمل سيم موجود عندك برضو براحتك. هنا الاعدادات العامة، وهنا الشاشة الرئيسية، ده الشاشة الرئيسية. تمام. اخفاء مقسم الدردشات، اللي هو بيبقى الخط الفاصل ما بين كل دردشة. تمام. او كل شات ده بيخفيه. اخفاء الارقام الغير محفوظة، ده لو عندك ارقام مش محفوظة بخفيها. اخفاء تم الاتصال بيه بشكل متكرر، اتصالات اخرى، وهنا الدردشات الاخيرة اخر واحدة دي لو انت فعلتها بيخفي الدردشات الاخيرة كلها. تمام.
عندك هنا الشتات، البار العلوي، الفقاعات والعلامات لو انت عايز تغير اي حاجة في الشتات. تمام. هنا الاتصال السريع، موقع نقطة الاونلاين، اخفاء ايقونة الادمن. طيب ايقونة الادمن دي بقى لو انت مثلا ادمن في جروب او عندك جروبات وفي حد ادمن فيها، بيبقى فيه ايقونة كده جنب كل ادمن. تمام. فانت لو عايز تخفيها براحتك، عايز تغيرها برضو براحتك، يعني زي ما انت عايز. تمام. هي بتتغير برضو. ايقونة ادمن الجروب اهي. تمام. ديت بقى انت تقدر تغير اي ايقونة براحتك. تمام. ديت الاساسية اللي هي اول واحدة. تمام. عايز برضو تحط ديت، عايز تحط اللي بعدها براحتك يعني. تمام. اخفاء ايقونة الرسالة بالاعلى، اخفاء ايقونة الرسالة بالاسفل، اخفاء ايقونة برضو نفس الكلام. تمام. تعطيل التعديل على رسايلك برضو زي الزرار اللي قبله، دي برضو في الشتات، يعني لو حد مثلا بتبعت لحد وهو عايز يعدل على الرسائل بتاعتك مش هيعدل. تمام. واجهة مستخدم جديدة، اخفاء الاسم والتاريخ، اخفاء الدردشات، تعطيل التفاعل بضغطتين، ده لو انت عايز تتفاعل على اي حاجة بضغطتين او على اي رسالة ده بتعطلها. تمام. اخفاء ايقونة ترجمة الرسائل، اخفاء خلفية مخصصة لكل جهة اتصال، دي بقى براحتك انت لما تدخل على اي جهة اتصال تقدر تحط اي خلفية براحتك. تمام. خلفية الملف الشخصي، تمكين مستشعر القرب، تعطيل تبديل الاستخراج، تشغيل الملفات الصوتية، ملاحظات صوتية. تمام. عندك بقى هنا الزرار بتاع منع النسخة من التحديث هنا. تمام. هو ده الزرار عشان محدش يجي يقولي في الاخر فين الزرار ومش عارف ايه ومش لاقي في النسخة. هتدخل على الشتات وهتلاقي هنا. تمام. اهو موجود هنا اهو. تمام. واللي تحت دول بقى كلها اضافات عادية. تمام. وهنا الويدجت بتاع النسخة، هنا تحديثات النسخة. طبعا النسخة دي اخر تحديث، يعني عمرها ما هتطلب منك تحديث ابدا. تمام. عندك هنا ده اباوت النسخة، وهنا ده معلومات، وهنا شارك النسخة مع اصحابك. تمام. طيب وانا برضو وريت لك شكل الشات وعرفتك برضو ازاي ترمي فيروس من الزرار اللي هو الاخير ده. تمام. طيب خد بقى اخر رقمين من الباسورد وهما 90. تمام. اللي ما سمعش اول 4 ارقام او اول رقمين يرجع بقى يعيد الفيديو تاني من الاول لان انا قلتهم ومش هعيدهم تاني. تمام. وبس كده يا اخواتي، هي دي النسخة، ورب ان شاء الله تعجبكم. وبس كده، اشوفكم في فيديو جاي. سلام.